تنظر في القضيه. طلع لسه من 3 4 ايام قلت لك التصريحات اللي قال فيها النادي الاهلي مش يد ولا طرف في القصه، اتحاد الكوره هو اللي عند في استخدام حكام اجانب. حط لي بعدها انسحاب نادي الزمالك، وده ضربه قويه جدا لنادي بيراميدز. ليه؟ رغم انها ضربه مش هتاثر بنسبه 80 90% على سير احداث القضيه، ولكن لان الزمالك دخل في القضيه بصفته طرف مستدعى من بيراميدز، ليه؟ ان هو يكون طرف جنبه في القضيه ضد النادي الاهلي. كون ان نادي الزمالك ينسحب من القضيه باعتباره اصبح الموضوع بالنسبه له غير ذي منفعه وغير ذي تضرر، هنا نادي بيراميدز تضرر ان هو كان ملاجئ لنادي الزمالك يستشهد بيه ان في اكتر من طرف متضرر، وان نادي بيراميدز من الاخر يعني بالبلدي كده مش هو الوحيد اللي بيقدم في مالطا مش هو الوحيد اللي بيصيح. نقطة جديدة تأكد ان شاء الله ازمة مباراة القمة نسمع عنها اخبار قريبة جدا، بشرة خير يا رب ان شاء الله بانها محسومة لمصلحة النادي الاهلي. لايك وشير عشان الخبر ده يوصل للناس كلها، وتعالوا نروح لجديد سوق الانتقالات وجديد الشائعات. كان معانا اخبار كتيرة